تخيل معايا أثينا من أكتر من 2400 سنة في وسط زحمة السوق، وكل الناس مشغولة تبيع وتشتري، وناس بتتخانق وناس بتغني. وفجأة شاب غريب الشكل مش لابس زي باقي الناس وقف في وسط الزحمة وبيقول بصوت عالي: يعني ايه خير؟ ويعني ايه عدل؟ وليه احنا هنا اصلا؟ الناس تبصله وتضحك، لكن هو ما بيضحكش. الشاب ده كان اسمه سقراط، ومن هنا بدأت الحكاية. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة على طول. حكايتنا النهاردة هي قصة الفلسفة وتاريخها. خلينا نبدأها عن طريق فصول معينة. الفصل الأول: الجذور الأولى للفكر من الأسطورة إلى الفلسفة. في البداية الإنسان ما كانش بيفهم العالم بعقله، كان بيفهمه بقلبه وبخياله. لما الرعد يضرب يقول زيوس غضبان، لما الشمس تطلع دي هيليوس راكب عربته السماوية. الأساطير كانت وسيلة الإنسان لفهم العالم قبل ظهور العلم والمنطق. لكن في القرن السادس قبل الميلاد ظهرت ظاهرة غريبة في مدينة صغيرة اسمها ميليتوس في آسيا الصغرى. ناس بدأت تفكر بشكل مختلف، مش بيسألوا مين، بيسألوا ازاي وليه. طليس قال إن أصل الكون كله هو الماء، مش بس لأنه بيتشرب، لكن لأنه بيشوف إن كل الكائنات محتاجة له. أليكس ماندريس قال: لا، مش الماء، في حاجة أقدم اسمها اللامحدود، أصل كل حاجة بس مش مادة محسوسة. أليكس مانس رجع وقال إن الهوى هو الأصل، لأنه بيملى كل حاجة وبيتحول لحالات مختلفة. دول كانوا أول ناس في التاريخ نقدر نقول عليهم فلاسفة، لأنهم حاولوا يفكروا في الكون بشكل عقلاني، مش ديني ولا خرافي. وبعضهم جه هيراقليتس اللي قال إن التغير هو الحقيقة الوحيدة، وإن النار هي أصل الكون. ولما نروح لبرمينيدس هنلاقيه رفض الفكرة دي، رفض جدا فكرة التغير، وقال إن التغير ده وهم. والصراع بين التغير والثبات بقى محور مهم جدا في الفلسفة بعد كده. لما نروح لفصل تاني هنلاقينا بنتكلم عن سقراط وأفلاطون وأرسطو. وخلينا نسمي الفقرة دي أو العصر ده العصر الذهبي للفكر. ومع دخول القرن الخامس قبل الميلاد ظهرت شخصية غيرت كل حاجة، وهي سقراط. سقراط ما كتبش ولا كتاب، لكن كان بيمشي في الشوارع أثينا يسأل أسئلة. كل ما يشوف حد يسأله: يعني إيه شجاعة؟ يعني إيه عدل؟ طريقته دي كانت إنه يحرج اللي قدامه، مش بقصد الإهانة، لكن علشان يخليه يعيد تفكيره في كل حاجة. تم محاكمته بتهمة إفساد الشباب وإنكار آلهة المدينة، وتم الحكم عليه بالإعدام وشرب السم. اللي نقل أفكاره دي كان تلميذه أفلاطون، كتب محاورات فلسفية أبطلها دايما سقراط، وقدم فيها نظرية عالم المثل، إن العالم الحقيقي مش هو اللي حوالينا، لكنه عالم مثالي كله حق وعدالة وخير. بعده جه أرسطو اللي أسس علم المنطق، وكان بيشوف إن الحقيقة موجودة في العالم ده، مش موجودة في عالم مثالي زي ما كان بيعتقد أو بيشوف أفلاطون. أرسطو كتب في كل حاجة، في الشعر، السياسة، المنطق والفيزياء والبيولوجي كمان. تأثيره كان ضخم جدا لدرجة إن الكنيسة الكاثوليكية بعد كده اعتبرته شبه مقدس. لما نروح لفصل ثالث في قصة الفلسفة هنلاقينا بنروح للفلسفة الهيلينستية. وخلينا أحاول أوضح لك الموضوع شوية. بعد وفاة ألكسندر الأكبر واتساع العالم المعروف، الناس بقت تحس بالوحدة. مش بقى في مدينة، دلوقتي بقت دولة هي اللي بتحميك. بقى عندك امبراطوريات ضخمة جدا. هنا بدأت الفلسفة تركز على الفرد، ازاي اعيش، ازاي اتعامل مع الألم، مع الفقد، وكمان مع الوحدة. بعدها بشوية ظهرت الرواقية، وقالت ان الانسان لازم يقبل قدره ويتحكم في مشاعره ويعيش في توافق مع الطبيعة. وبعدها بشوية ظهرت الأبيكورية، وقالت ان السعادة بتيجي من اللذة، بس مش لذة الأكل والشرب، لكن لذة السلام الداخلي. وظهر بعدها بشوية الشكاكين اللي قالوا إننا لا يمكن نعرف الحقيقة، فالأفضل نعيش براحة وبدون قلق. الرواقيين زي أبيكيتونوس
وماركوس أوريليوس كتبوا أفكار بتتقرأ لحد النهاردة وبتساعد ناس كتير في التعامل مع ضغوطات الحياة المستمرة. لما نيجي الفصل الرابع في تاريخ وقصة الفلسفة هنلاقينا بنتكلم عن الفلسفة المسيحية والعصور الوسطى. بعد ما المسيحية بقت الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية بدأ الصراع كبير جدا، هل الفلسفة خطر على الإيمان ولا ممكن تخدمه؟ في الأول المسيحيين رفضوا الفلسفة واعتبروها وثنية، لكن بعد كده مفكرين زي القديس أغسطين قالوا إن الفلسفة ممكن تساعدنا نفهم الإيمان بشكل أفضل. أغسطين اتأثر كتير جدا بأفكار أفلاطون، وكان شايف إن الحقيقة الكاملة عند الله وإن الإنسان بيبحث عنها طول عمره. وفي العصور الوسطى الفلسفة بقت مرتبطة باللاهوت بشكل كبير، لكن مع ظهور توما الإكويني حصل تحول مهم جدا جدا. الإكويني دمج بين الفلسفة الأرسطية والعقيدة المسيحية وقال إن العقل والوحي مش ضد بعض إطلاقا. في العصور الوسطى كانت فترة مظلمة جدا سياسية، لكنها كانت مليئة جدل فلسفي عميق حوالين طبيعة الله والعلاقة بين الإيمان والعقل ومسائل الأخلاق. لما نيجي بقى الفصل خامس وأنا بشوفه يمكن من أهم فصول الفلسفة، وهو عصر الرينيسانس أو عصر النهضة والفلسفة الحديثة. الإنسان في المركز. من بداية القرن الستاشر وبعد اكتشاف العالم الجديد والاختراعات والنهضة الفنية بدأ الإنسان يرجع لنفسه، وهنلاقي إن ديكارت في عز الشك قال الجملة الشهيرة: أنا أفكر إذا أنا موجود، يعني إن اليقين الوحيد هو وجود العقل. جه بعده باروخ سبينيوزا وقال إن الله والطبيعة شيء واحد، وإن الإنسان جزء من كل أكبر منه بكتير. وهنلاقي بعدهم فلاسفة زي جون لوك وديفيد هيوم قالوا إن المعرفة بتيجي من الحواس والخبرة مش العقل لوحده، لحد ما جه إيمانويل كانت وقال إن العقل ليه دور مهم في تنظيم المعرفة، لكن ما يقدرش يعرف الشيء في ذاته، بل فقط الشيء كما يظهر لينا. الحداثة كانت فترة انتقال من التفكير الديني للتفكير العقلاني والتجريبي. لما نيجي بقى الفصل سادس وشوية بشوية بنقرب للعصر اللي احنا عايشين فيه، هنلاقينا قدام القرن التسعتاشر والتمرد ضد العقل واليقين. هنلاقي جورج هيجل يمكن من أهم فلاسفة التاريخ قال إن التاريخ بيتطور من خلال الصراع هو فكرة ضد ناقدها، بيطلع منهم فكرة جديدة جدا. وهنلاقي ان كارل ماركس اخد فكرة هيجل دي وطبقها على الاقتصاد والتاريخ، وقال ان الصراع الحقيقي هو المحرك الاساسي للتاريخ. وهنلاقي بعدها الفيلسوف المثير جدا للجدل فريدريك نيتشه قلب الترابيزة على الكل واعلن موت الاله، وقال ان الاخلاق اللي ورثناها هي اخلاق عبيد ولازم نخلق قيم جديدة. بعد كده هنروح للفيلسوف الوجودي المهم جدا سورين كيركيجارد، وهو مؤسس الوجودية المسيحية، وقال إن الحقيقة فردية وإن الإيمان مش منطقي ولكنه ضروري جدا. ده كله جه تمهيد لانفجار القرن العشرين. ونروح للفلسفة المعاصرة، الوجود والعبث والسلطة. في القرن العشرين كان قرن الحربين العالميتين والفاشية والنازية والشيوعية والثورة الجنسية وكمان التكنولوجيا. هنلاقي إن جان بول سارتر بيقول إن الإنسان حر لكنه محكوم باختياراته، مفيش جوهر جاهز، الإنسان بيخلق نفسه بنفسه. وهنلاقي إن ألبير كامو بيرد عليه ويقول إن الحياة عبث، بس علينا نخلق معنى رغم العبث اللي موجود فيها. ومن ناحية تانية خالص هنلاقي فيتجنشتاين وراسل اهتموا باللغة والمنطق وتوضيح الأفكار والفكر بشكل صحيح. وبعد كده هنلاقي ميشيل فوكو جه وقال إن المعرفة مش بريئة، وإن ورا كل خطاب في سلطة بتحركه. الفلسفة المعاصرة بتسأل عن الجندر وعن الهوية والذكاء الصناعي والبيئة والوعي وما بعد الحقيقة. طيب لما يجي دلوقتي حد يسألني سؤال مهم جدا، هي ليه الفلسفة النهاردة مهمة؟ احنا عايشين في عصر السرعة يا جماعة، عصر التوتر والشك وكتر المعلومات. الناس بتدور على معنى في وسط الضوضاء والدوشة الكتير. هنلاقي ان الفلسفة بتقدم ادوات للفهم للتفكير للتعامل مع الاسئلة الصعبة جدا للاجابة عليها. مش لازم تكون فيلسوف علشان تستفيد من الفلسفة. كل انسان بيسأل انا مين، ليه بيحب، ليه بخاف، هو كده بيعمل فلسفة بنفسه. دي كانت مجرد بداية، في كل جزء من القصة دي فيه أبطال
وأفكار ومعارك فكرية وانتصارات داخل العقل البشري. في الحقيقة إن الفلسفة هي مش حاجة تكميلية، بالعكس هي حاجة أساسية جدا جدا. وفي النهاية أنا بشوف إن الفلسفة هي مش حاجة رفاهية، الفلسفة هي الحياة، بس إحنا اللي مش واخدين بالنا. في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتك. اكتب لي تحت رأيك في الكومنتات، وما تنساش في الآخر تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. سلام.